السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقائي النصارى. دلوقتي أنا هتكلم عن القس جاكوبي. كان في مناظرة مع الدكتورة مريم غبور على قناة المولود أعمى. نروح أول نسمع هو قال إيه ونعقب على كلامه. ركزوا يا إخوة في كلامه. لي الشرف اليوم في لقاء مميز جدا جدا جدا. أخذت 35 سنة بحياتي كخادم للكنيسة، كقسيس مرسوم في الكنيسة وكدارس في علم اللاهوت وفي الجامعة في الكتاب المقدس، إني أناظر في محطة إسلامية مع سيدة دكتورة عالمة باللاهوت وكرست حياتها لخدمة القرآن الكريم. وأنا لي الشرف إني أناظر مع الدكتورة غبور اليوم في هذا اللقاء المميز على هذه الشاشة. والحقيقة أنا مستغرب كيف الدكتور تترك المسيحية وتتلامس مع الإسلام، لكن هذا مشكلتها مش مشكلتي. ولي الشرف صديق غالي أبو عماد أن يكون هناك هذا اللقاء الأول بحياتي. المناظر دكتورة كانت مسيحية وأصبحت مسلمة، وأرتضت أن تكون بناقصة عقل ودين مع أنها دكتورة، لكن معك القس جاكوبي قال الدكتورة ناقصة عقل ودين عشان دخلت الدين الإسلامي. طيب، وطبعا داخل يهزأ، فيعني عيب جامد قوي لما تكون قس ولا تتعلم آداب الحوار. لازم أول حاجة تتعلم آداب الحوار. وتعالى برضو هنكلمك على حديث ناقصة عقل ودين، الحديث الصحيحين. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نقصان دين المرأة وعقلها. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر، يعني كان يصلة أضحى يصلة فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان في عقلها. أليس إن حاضت لم تصوم ولم تصلي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان في دينها. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة ناقصة عقل ودين، النبي صلى الله عليه وسلم فسرها وبينها. لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إهانة المرأة، بل هي هذه حقيقة. المرأة ناقصة عقل ودين، ناقصة عقل، لأن المرأة بطبيعتها إنسانة رقراقة. المرأة بطبيعتها دايما إنسانة
رقراقة، فتحكم عاطفتها القلبية على عقلها. فالمرأة بتحكم دايما قلبها قبل عقلها، فده مش عيب في المرأة، ده بيدل انها انسانة رقيقة. المرأة الانثى كائن رقيق، فبتحكم دايما قلبها على عقلها، فهذا نقصان في عقلها وليس ذنب. وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لم تصوم ولم تصلي، يعني طبعا في فترة الحيض، المرأة في فترة الحيض لم تصوم ولم تصلي، فهذا نقصان في الدين، ولا يعني أنها كافرة. فهي طبعا دخلت في دماغ القس جاكوبي أن ناقصة عقل ودين، يعني المرأة متخلفة عقليا وكافرة، يعني دي اللي دخلت في دماغ القس جاكوبي. فطبعا يعني سبحان الله، انت كنصراني بتهرف بما لا تعرف، وانت اصلا ما تعرفش ايه اللي في كتابك اصلا. انت قسيس وما انتش عارف ايه اللي في كتابك، مش عارف ايه اللي في كتابك. عرفت ما معنى ناقصة عقل ودين، وانا عارف المعنى اللي وصل في دماغك. المعنى اللي وصل في دماغك يعني ناقصة عقل ودين، يعني مجنونة وكافرة. ده المعنى اللي وصل لدماغك، ده الذي طرأ لذهنك، وما كملتش بقية الحديث وقرأت وعرفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده ليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده انتقاصا للمرأة، مش انتقاص كما وضحنا وبينا. تعالى بقى، حتى لو هنفترض بالبلدي كده، بالبلدي انا معاك بالبلدي وواحده واحده، لو المرأة ناقصة عقل ودين يعني نص او 3/4 مجنونة، يعني او نص و3/4 كافرة مثلا، ده اللي اجى في دماغك. انا بتكلم على اللي اجى في دماغك، ماشي؟ يلا تعالى بقى يا جاكوبي، خد الصدمة دي. جاكوبي افتح معايا بقى سفر الامثال 11:22. خذام الذهب في فنطيسية، خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل. ايه شفت بقى يا جاكوبي؟ المرأة في النصرانية عديمة العقل، يعني مجنونة، فهمي رسمي نظمي. فهمت يا جاكوبي حاجة؟ يا رب تكون فهمت حاجة. إخوتا، هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلال فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. إخوتا، فضلا ليس أمرا، شاركوا الفيديوهات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.